الفل، صباح العسل، صباح كل حاجة حلوة. صباحكم كده سعيد يا رب، وكله بهجة وكله تفاؤل وكله نشاط. هتعملي ايه النهارده يا ايمان؟ مفاجأة يا اخواتي. انا قلت اطلع بره المطبخ بدل ما دايما بنعمل كده كل حاجة جوه، قلت اغير لكم الجو واغير لكم الطقوس واعمل لكم كده جو جميل جدا. ويلا بينا اقول لكم انا هعمل ايه. وريهم بقى كده يا روني المكونات. مكونات ايه؟ مكونات الفطير المشلتت. عملناه قبل كده مرتين، وكل مرة كنت بعمله جوه المطبخ. بما ان كل سنة وانتم طيبين، بكرة شم النسيم هتلاقوا زحمة على الفران، ما اقولكش توابير كده. فكل اللي ما جابش يقوم يلا، اللي عنده كيلو دقيق ولا 2 كيلو كده زيي، قومي نشطي اتشجعي وهنعمله مع بعض واحدة واحدة، هيطلع مورق وزي الفل. ويلا بينا اقول لكم انا هعمل ايه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف هنعمل الفطير بتاعنا ازاي. انا الكميه بتاعتي من الدقيق كانت 2 كيلو. 2 كيلو اي دقيق انت بتحبي تستخدميه، بس يفضل يكون مخصوص للمخبوزات. واهم حاجه علشان تنجح معاكي اي عجينه زي ما دايما بقول لكم هو انك تنخلي الدقيق. طبعا يتشاهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله علشان الحاجه تطلع معاكي حلوه وكويسه. ابتديت ان انا انخله. ال2 كيلو كانت كمية كويسة جدا بالنسبة لي. مكونات عجينة الفطير أسهل ما يكون، مفيش فيها ولا خميرة ولا بيكنج باودر ولا فيها أي حاجة خالص. كده زي ما انتي شايفة المكونات اللي قدامي هو سكر، ملح، مية عادية خالص، مفيش أكتر ولا أقل من كده. ابتديت ان انا انخله وهضيف لكل كيلو من الدقيق 3 معالق من السكر. انا حطيت 6 معالق من السكر، الكميه دي هتخليها مظبوطه خالص، ورشه بسيطه من الملح. لو عندك عسل ابيض وحابه انك تضيفيه يا سلام، هيخلي معاكي العرق ممتاز، لكن انا عندي حساسيه من العسل الابيض. يبقى ال2 كيلو حطيت عليهم 6 معالق من السكر العادي وذره من الملح، وهبتدي ان انا اعجن. اهم حاجه اديها عجينه على قد ما تقدري، خليها ناعمه ولينه، ما تبقاش قاسيه، هتبقى حلوه جدا معاكي في الفرد. اعجنيها كتير كده زي ما انت شايفه، وفي النهايه دهنتها بشويه زيت وهغطيها بالفوطه تستريح. عجينه الفطير مش محتاجه غير انها ترتاح. على رأي كده واحده حبيبتي كاتبالي في الكومنتات، يا بختها الفطير بتستريح. والله يا بختها، الفطيره بتستريح واحنا مش بنستريح. لميت كده كل الصواني اللي عندي على قد الموجود. انا بقى كان عندي والدتي الله يرحمها صواني كبيره كده كلها مقاس واحد، ان شاء الله ابقى اجيبهم واعمل فيهم، بس قلت ايه اتصرف، الجيش قالك اتصرف. هبتدي كده ان انا اقطعهم. والكسرولة اللي جنبي الحلوه دي انا كنت مسيحه فيها سمنه بلدي بقى خطيره من اللي انا بسيحها، سمنه بلدي ريحتها جايبه لاخر الدنيا، وكنت ضايفه عليها شويه سمنه من العاديه اللي بنشتريها من السوبر ماركت. حابه تعملي بزبده مفيش اي مشاكل خالص، بس بصراحه الفطير بالسمنه البلدي وبالقشطه بيفرق. وكمان كلها حاجات من داخل البيت، مش هتحسي ابدا ان هو كلفك ولا الامور كانت صعبه عليكي. لكن لما بتيجي تشتريه بيكون بمبلغ وقدره، و90% ما بيبقاش سمنه بلدي، بيبقى معظمه ريحه سمنه بلدي بتيجي من اي مستلزمات حلويات. الامور عندنا هنا كده كلها طبيعي في طبيعي. شايفين بقطعها كور كلها مقاس واحد، وابتديت ان انا ادهن الصينيه من السمنه، وهكذا بضغط عليها كده ضغطه في حجم البرتقانه او البرتقانه الصغير. الموضوع كان مسلي زي ما قلت لكم، انا دايما كنت بعمله معاكم في المطبخ على الرخامه. طب ليه لا بقى ما نعملش كده جو جميل زي ما قلت لكم؟ عامله لكم هنا الريف العربي، قاعده في الصاله وحاطه الطبليه بتاعتي الحلوه الجميله دي، وابتديت كده ان انا اعمل على مهلي وبمزاج. الجو كان جميل والامور ممتعه وحلوه. وعارفين العجن والخبز والجو دافي كده بيكون اجمل واسهل بمراحل من الشتاء. الشتاء العجينه بتحتاج ترتاح وقت اطول، وممكن تكون قاسيه معاكي شويه اثناء الخبز، لكن في الصيف يدوب أقل وقت بيخلي فيها طراوة، بيخليها تتفرد معاكي بسرعة جدا. ما شاء الله أنا كنت حاسة أن ال2 كيلو كانوا مبروكين جدا. نصيحة للبنوتات الصغيرين اللي لسه بادئين يعجنوا ويعملوا الحاجات دي ويدخلوا المطبخ، لو مفيش عندك غير 2 كيلو دقيق فقط في البيت، بلاش تحطيهم وتعجنيهم كده كلهم مرة واحدة، شيلي منهم كوباية احتياطي. ربما العجينة تكون ميتها زيادة شوية وحابة تزوديها دقيق، فتقدري انك تصلحي الموضوع بالكوباية اللي انت شايلاها دي.
خلاص كده كورناهم. هبتدي باول كوره انا كورتها علشان تكون لحقت تستريح، وصينيه واسعه كده، وابتديت ان انا افردها واحط عليها كده رشه من السمنه البلدي الحلوه دي، واحده ورا التانيه. شايفين انا يعني مش بتاخد مني اي مجهود، انا يا دوب كده بايديا بحرك بتتفرد على طول زي المنديل. والاولانيه اللي انا فردتها بحطها جواها وبطبق، وهكذا. كل ما افرد كوره من دي بروح جايبه العجينه المتطبقه حطها جواها. بالنظر كده انتي بتشوفي الصينيه اللي عندك مقاسها ياخد قد ايه. يعني مثلا في واحده اخدت معايا حوالي 7 كور من دي، في اللي اخدت 5، وهكذا. انا كنت بعمل بالبركه ومفيش احسن من البركه. الافران في اليوم ده بتكون كلها زحمه وبالحجز. وبصراحه كل حاجه بقت معاناه. علشان نجيب فطير حجز وتوابير، علشان نجيب كحك يا تلحقي يا ما تلحقيش. الامور بقت صعبه، وكلنا زمان كانوا امهاتنا بيعملوا كل حاجه في البيت. طب ليه الكسل؟ طب ما نتشجع ونقوم نعمل، والمكونات بسيطه، ده هو دقيق وميه وشويه سمنه عندك من البيت، مفيش اي افتكاسه خالص. وعايزه اقول لكم ان التسويه برضو مهمه جدا. عارفين انتوا الافران الغاز اللي هي العاديه بتاعت امهاتنا، مش فرن البوتاجاز؟ ده كان بيطلع معايا الفطير طري وحلو جدا. طب اللي مفيش عنده كده زي حالاتي ومش موجود عنده غير فرن البوتاجاز، انا هقولك هتعملي ايه يطلعوا معاكي طري وهش وتحفه وحكايه. والله العظيم ما كلام. انا كان نفسي كنتوا تبقوا موجودين معايا وشامين ريحته وشايفين حلاوته. عملناه قبل كده كتير على القناه، بس انا كنت حابه كده المره دي اعمل جو مختلف واقعد معاكم. ثبت كده الكاميرا على الستاند وكنت لوحدي في البيت تماما، وابتديت كده اعيش حياتي واقعد مع نفسي لحد ما الولاد يجوا من بره. لو تلاحظوا ما بياخدش اي مجهود. لو العجينه قاسيه معاكي هتيجي تفرديها تلاقيها ترجع كده زي الاستيك. شايفه؟ كل ما تفردي واحده تحطي جواها، وهكذا. وعلى فكره كميه السمنه اللي قدامي دي ما كفتش، يعني انا كنت عاملاها معتقده ان هي هتكفي، عملت معايا نص الكميه وقمت سيحت غيرها تاني. ده للمصداقيه، يعني الامور هي ماشيه كده بالبركه على قد ما تاخد معاكي. انا عملت الكسرولة دي وفكرتها هتكفي، قمت تاني سيحت غيرها، وسبحان الله انا كنت جايبه 6 صواني وكفوا زي ما انتوا شايفين كده. بمجرد ما بخلص واحدة الفطير بحطها في الصينية بتاعتها وبسيبها تستريح خالص، بتيجي تفرديها بتتفرد معاكي في ثواني. ساعات اشوف ناس بتفرد فطير بتبقى معانية، بتبقى عاملة زي الاستك، تيجي تفرديها ترد تاني ومجهود وتحس ان صوابعك وجعاكي من كتر الخبز. انا والله بدون مبالغة واظن واضح قدامكم الموضوع كان سهل جدا وكان لذيذ. شم النسيم من الايام الجميلة. بحب دايما اعمل كده طقوس في البيت. احنا كشعب مصري بنحب نحتفل باي حاجه، خلينا صراحه، بنحب نحتفل بكل المواسم، بنخلق من اي حاجه فرحه. احنا بنتلكك يا جماعه علشان نلاقي اي حاجه تخرجنا من اللي احنا فيه. يعني لو يوم زي ده ليه ما نفرحش كده وننبسط على قد ما نقدر، ونفرح ولادنا ونفرح حبايبنا ونتلم ونتجمع. ده هو يوم في السنه. عارفه في ناس بقى تقولك حرام وكده، احنا ما بنعملش حاجه غلط فيه، هو مجرد تجمع، مجرد احتفال، نخرج نشم هوا ننبسط. انا من صغري احب شم النسيم جدا، واحب ان انا احتفل بيه، الون البيت، اعمل كده بهجه. ممكن الجماعه الكبار في البيت كانوا يطنشوا، لكن انا كنت بصراحه بفرفشهم في اليوم ده، واصحى من بدري واعمل لهم احلى فطار واجهز حاجه جميله. كنت اقف عندنا في البلكونه كده اشوف الاراضي من بعيد مليانه ناس مليانه اطفال. يوم لذيذ قوي. كانت دايما والدتي الله يرحمها تعمل الفطير بتاع شم النسيم ده قبله بيوم كده، وتصحي بقى الصبح يوم شم النسيم، حابه تدفيه في الميكرويف اوكي، تحطيه في الفرن تمام زي ما هو كده مفيش اي مشاكل. لان اعتقد ان هيكون تعب وارهاق قوي انك تصحي تعمليه في نفس اليوم. احنا بنقول نشاط لكن مش للدرجه دي، انا مش هضحك عليكم يعني، لا مش للدرجه دي. بصي انا يا دوب كده بخبطها يمين وشمال. انا من حلاوه العجينه وجمالها ما حبيتش اقص اي حاجه، وجبت لكم كده الفيديو زي ما هو، وقلت نقعد ندردش سوا. اكتبوا لي بقى في الكومنتات تحبوا تعملوا ايه يوم شم النسيم، تحبوا تاكلوا ايه. احنا بنفطر بالفطير ده مع البيض الملون والجبن. اسمع ان في ناس
بيحبوا ياكلوا الفسيخ والحاجات دي بالفطير. انا بصراحة ما جربتش كده، يعني انا الرنجة والحاجات دي انا باكلها بعيش، لكن شفت ناس بياكلوا الفطير المشلتت مع الفسيخ. فقولوا لي ايه الطقوس بتاعتكم وايه عاداتكم في اليوم ده. هنا خلاص هخلص كده واحدة ورا التانية. وطبعا اهم حاجة ان الفرن يكون متسخن من قبلها. انا هنا قمت علشان اسيح سمنة تاني، وخلاص خلصت كل الكمية. الفينش الاخير ايه بقى؟ ببدأ باول واحدة كنت عاملاها خلاص ارتاحت، وقدامي بولة فيها قشطة بلدي. قشطة بلدي وش الحليب دي بتخلي لي بقى الفينش تحفة، لون الفطيرة خطير، الريحة روعة. باخد كده معلقة وببتدي ان انا افرد، ما خدتش اي وقت ما شاء الله، واحدة ورا التانية كده زي ما انتوا شايفين. وكمان في اليوم ده والله كنت طبخة وكنت عاملة غدا وكنت عاملة كل حاجة. ريحة الخبز في البيت بهجة بصراحة، يعني ريحتها حاجة تانية. وانا لو كنت اعتمدت في اليوم ده ان انا اروح اشتري من بره ما كنتش هشتري، ولكن اتفاجأ اخر اليوم الاقي جالي فطير هدية برضو يا جماعة. والله العظيم حماتي ربنا يا رب يعطيها الصحة ويخليها، واخو جوزي لقيتهم جايبين لنا فطير. انا لو كنت اعرف والله ما كنت تعبت ولا كنت خبست. بس لقيت جالي فطير اخر اليوم هدية، متحرمش منهم ابدا. فزيادة الخير خيرين، ليه لا؟ زي ما انتوا شايفين كده بدلعها خالص بالقشطة البلدي. انا الولاد كانوا راجعين من بره قالوا لي ماما ريحة حلويات مش ريحة فطير، حاسين في ريحة حاجة حلوة في البيت. خلصت كده زي ما انتوا شايفين. ايه بقى التركة اللي بتفرق في تسويته؟ انا بعمله في فرن البوتاجاز. شبكة الفرن انا بنزلها على اقل درجة، الشبكة بخليها على الدرجة الاخيرة خالص، يعني يكون اقرب حاجة لقاع الفرن علشان ما ينشفش. لو خليتي الشبكة في النص وفضلتي فاتحة النار على التسوية هينشف معاكي. نزلي الشبكة على الدرجة الاخيرة وعلي حرارة الفرن على اعلى درجة زي ما انت شايفة كده. اخد لون من تحت وبقى زي الفل، شغلي الشواية تاخد لون لو فرنك مفيهوش مروحة. شايفين؟ انا منزله الشبكه على اقل درجه، وده سر التسويه اللي يطلع معاكي حلو. اما بقى لو عندك فرن غاز يا سلام، شايفين قابب ازاي ومورق، ولا في خميره ولا في اي حاجه، شكله يفرح. كل ما كنت بطلع واحده كنت بحطها على ورقه فويل وبعمل فاصل بينها وبين الفطيره التانية كده زي ما انتوا شايفين. بصوا شغل فاخر من الاخر، ما اقولكوش حاجه كده منتهى الحلاوه. انا هنا كنت خلاص بطلع اخر واحده، شايفين اللهم بارك، شايفين منفوخه ازاي، وبنزل برضو كده بباقي السمنه عليها ما شاء الله. وهنا حبيت ان انا اوريهولكم، كنت عامله بين كل واحده والتانيه فاصل كده ورق فويل سخن مورق، اظن الشكل بان، انا ما كنتش عارفه ان انا اشيله. شكله بصراحه يفرح، الحاجه في البيت بتفرح. وانا مخبيش عليكم انا هتغر بصراحه، انا كنت مبسوطه جدا بيه وبنتيجته، وكنت مبسوطه جدا من اللي انا عاملاه. بصوا الجمال والحلاوه ما شاء الله. الاسعار السنه دي متفاوته جدا في الفطير، ودي كانت في صينيه مستطيله شويه، احنا عاملين كل الاشكال والالوان. ال2 كيلو طلعوا معايا ال6 فطاير الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول. شايفين ما شاء الله، مورق طري، سمكه حلو جدا، ورايح اقطع لكم كمان كده قطعه. شايفين طراوته؟ يلا قومي تشجعي وتنشطي واعملي لاولادك كده، كل سنه وانتم طيبين، تفطروا بيه تتغدوا منه، حاجه جميله ولذيذه وموفره. يا رب اكون خفيفه على قلوبكم وتكون الوصفه حلوه وسهله وقدرتوا تستفادوا. مستنيه اللايك والتعليقات الحلوه. كل سنه وانتم طيبين، بحبكم جدا، احلى اخوات في الدنيا، وشكرا على كل الكلام الجميل اللي انا بسمعه، حقيقي بتشجعوني جدا. واسيبكم في رعايه الله.